اضطراب ما بعد الصدمه الاول بس محتاجين نفهم يعني ايه صدمه. الصدمه هو حدث غير متوقع حدوثه الشخص بيتصدم بيه. يعني انا دلوقتي مثلا متوقعه هعدي الشارع العربيات هتقف، لقيت زيو زيو زيو، دي بالنسبه لي اتخض وابدا يبقى في بانيك، لان انا متوقعه ان انا بعدي الشارع مفيش بقى عربيه مسرعه تيجي وهكذا. انا النهارده جايبه ورده لبابايا وجايه اديها له وانا ما اعرفش ان بابايا اترفد من الشغل، جاي بديله الورده وطبعا متوقعه انه هيكون فرحان، يقوم بابا يخش من الشغل مكشر ما يعبرنيش، صدمه. عايزه اقول لك ان انت ساعات ممكن لو حد خطف منك مصاصايه والطفل ما عرفش يرجعها تاني او وقعت في التراب وما عرفش يحل الموضوع، بالنسبه لي صدمه يقعد يعيط ويقعد يعيط، ولو ما اتحلتش هتتراكم وبعد كده يبقى دايما عنده معتقد ان انا ما بعرفش اخد حقي، انا حقي بيضيع مني. ده حقيقي، ده حقيقي. بالعكس المره اللي بعدها هيبقى مثبت فيها بقى وخايف قوي بالظبط. حتى ياكلها، يعني مش مجرد لا يعني. فمهم قوي بقى ما بعد الصدمه. انا دلوقتي مثلا اتصدمت، طبعا مش هنقدر نتكلم على صدمات الطفوله لان دي هتحتاج دايما متخصص يساعد، ولكن انا دلوقتي في موقف ما مهم قوي ان انا افهم ان زي ما انا اتصدمت في الموقف ده مش شرط اللي قدامي يكون قاصد ده، مش شرط اللي قدامي يكون سليم 100% نفسيا او ما عندهوش محفز صدمه في اللحظه الحاليه. اللي هو نحط حسن النوايا، مش فكره حسن نوايا بس فكره ان اللي هو حسن الظن بالشخص اللي قدامي والكلام ده، او اعطي له 70 عذرا، بس مش هي دي القضيه. القضيه ان فعلا كلنا ما بنبقاش عارفين ايه اللي ممكن يحفز صدماتنا القديمه واحنا مش واخدين بالنا، لان محفزات الصدمه لذيذه قوي بقى، ريحه تشميها، صوت تسمعيه، لون تشوفيه، طعم تدوقيه، حاجه لمستيها وانت ماشيه تلاقي نفسك بقيتي تعبانه متضايقه انت مش عارفه من ايه، مع ان اليوم ما فيهوش اي حاجه خالص، بس بيفكرك بحاجه بشكل غير مباشر، بس بيفكر عقلك الباطن، فبتبداي تبقي متضايقه تعبانه. فهي اهم حاجه انه وانا خلاص مهم قوي ان انا اعيش صدمتي، مهم جدا جدا اعبر عن مشاعري. يعني ايه اعيش صدمتي؟ يعني انا غضبانه من فلان عشان عمل فيا كده، انا فعلا متضايقه، التصرف ده واسمي التصرف ده فيه حقاره، التصرف ده فيه نداله، اسميه واحس فعلا بشعوري اللي انا حاساه دلوقتي ان انا اتظلمت لان الموقف كان مهين مثلا. اوكي، وباعترافي ان انا فاهمه الوضع، مش لا مثلا ابرر اقول لا ما كانش قصده، لا ما ينفعش اعطاء العذر في الاول. مهم قوي قوي ان انا احس مشاعري. انت قصدك ان هو يبقى على مراحل، يعني دي المرحله الاولى اللي هو لازم اعبر مع نفسي عن احساسي. وطبعا احسن طريقه تعبير حاليا بنعتمدها للناس اللي مش بتلجا لحد انها تكتب انا شعرت بكذا وكذا وكذا، الموقف ده كان فيه اهانه، الموقف ده فيه ظلم، انا اتظلمت كذا كذا كذا، تكتب 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 تكتب، بعد كده تبص كده على الورقه وناخد نفس، اجنبي بنتنفس كل ما في هذه الورقه، لان احنا يا جماعه بقينا كلنا دلوقتي على صفيح ساخن بصراحه، احنا طول النهار ضغوط الحياه طبعا كتيرة. كل حاجه بتحصل صحيح. حوالينا صحيح. 24 ساعه الصدمات بتحفز، تحسي الناس كلها بقت فعلا عارفه في اشعال ذاتي. ايوه في فورانه حاصله. فهي الفكره كلها ان انا محتاجه شويه ادوات بسيطه تبقى معايا، وبما ان النفس له اهميه لان هو ده الحياه، اذا انا من خلال النفس اقدر برضو ارجع تاني نفسي لوضعها. بس الاول اعترف بالشعور، اعبر عنه، اكتبه، ده احسن طريقه.